أفضل الأطعمة لدعم نمو شعرك بشكل طبيعي وصحي. أهلاً وسهلاً بكم في قناة حياة صحية سعيدة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جداً لكل واحدة فينا، وهي أفضل الأطعمة لدعم نمو الشعر بشكل طبيعي وصحي. لو كنتوا بتعانوا من تساقط الشعر أو مش راضي ينمو زي ما أنتوا عايزين، الفيديو ده ليكم. هنستعرض مع بعض مجموعة من الأطعمة اللي ممكن تساعد في تحفيز نمو الشعر وجعله أقوى وأكثر صحة. الجزء الأول، لماذا العناية بالشعر مهمة؟ في البداية خلينا نفهم ليه الشعر بيحتاج للعناية. الشعر الصحي مش بس بيكون جميل وأنيق، ده كمان بيعكس صحتنا العامة. الشعر بيحتاج تغذية خاصة علشان ينمو بشكل سليم ويكون قوي، ولما الشعر مش متغذي كويس ممكن يبدأ يتساقط أو يبقى ضعيف. الجزء الثاني، الأطعمة الأساسية لدعم نمو الشعر. دلوقتي هنتكلم عن أهم الأطعمة اللي بتساعد على نمو الشعر بشكل طبيعي. هرب البيض. أول حاجة هنتكلم عنها هي البيض. البيض مليان بالبروتينات والبيوتين، واللي هم أساس صحة الشعر. البروتين بيساعد في بناء الشعر وتقويته، والبيوتين بيشجع نموه بشكل أسرع. يعني لو عايزة شعرك ينمو بشكل أفضل، خلي البيض جزء من وجباتك. 2. السبانخ. تاني طعام معانا هو السبانخ. السبانخ مليانة بفيتامينات زي فيتامين A و C، وده بيساعد الشعر على النمو ويحسن من صحته. كمان السبانخ مليانة بالحديد، اللي هو مهم علشان يمنع تساقط الشعر. لو مش بتحب السبانخ لوحدها، جرب تضيفها في السلطات أو العصائر. 3. السلمون. لو بتحب الأسماك، يبقى السلمون هو الاختيار المثالي. السلمون مليان بالأحماض الدهنية الأوميجا 3 اللي بتساعد في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه. الأوميجا 3 كمان بتحسن الدورة الدموية لفروة الرأس، وده بيساعد الشعر على النمو بشكل أسرع وأقوى. 4. المكسرات. المكسرات زي اللوز والجوز مليانة بفيتامين E والزنك. فيتامين E مهم للحفاظ على صحة فروة الرأس، واللي بدورها بتساعد في تحفيز نمو الشعر. كمان المكسرات بتحتوي على مضادات أكسدة بتساعد في مكافحة التلف اللي ممكن يحصل للشعر نتيجة العوامل البيئية. 5. البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة هي مصدر ممتاز لفيتامين A اللي بيحسن من صحة بصيلات الشعر ويعزز نموه. الفيتامين ده كمان بيقلل من الجفاف في الشعر، وده بيخليه أكثر لمعانا وصحة. 6. الفواكه الغنية بفيتامين C. الفواكه زي البرتقال، الفراولة والكيوي مليانة بفيتامين C، واللي مهم جداً علشان يساعد في إنتاج الكولاجين. الكولاجين هو بروتين بيحسن من قوة الشعر ويمنع تساقطه. الجزء الثالث، أهمية الترطيب. مفيش حاجة أحسن من إنك تتابع نظام غذائي صحي، لكن برضو الترطيب مهم جداً. جسمك في حاجة للماء علشان يحافظ على صحة شعرك، فيجب تشرب كمية كافية من الماء يومياً علشان تحافظ على رطوبة شعرك وتساعده في النمو. الجزء الرابع، نصائح إضافية غير الأطعمة. في حاجات تانية تقدر تعملها علشان تعزز نمو شعرك بشكل طبيعي. تجنب التوتر. التوتر الزائد ممكن يسبب تساقط الشعر. حاول تعمل تمارين رياضية أو تتبع تقنيات الاسترخاء علشان تخفف التوتر. احمي شعرك من الحرارة. استخدام أدوات التصفيف الحراري بشكل مفرط ممكن يضعف الشعر. حاول تقليل استخدامها أو استخدم منتجات حماية الشعر من الحرارة. تدليك فروة الرأس. تدليك فروة الرأس بيساعد على تحسين الدورة الدموية فيها، وده بيساعد في تحسين نمو الشعر. الجزء الخامس، خلاصة الفيديو. في النهاية نقدر نقول إن التغذية السليمة هي أساس صحة شعرك. حاول تضم الأطعمة اللي ذكرناها النهاردة في نظامك الغذائي بانتظام. مش هتلاقي نتيجة فورية، لكن مع الوقت هتشوف فرق كبير في صحة شعرك ونموه. الخاتمة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشاركونا في التعليقات لو عندكم أي أسئلة أو تجربتكم مع الأطعمة دي.
تابعونا دايماً على قناة حياة صحية سعيدة علشان تتابعوا كل جديد في عالم الصحة والجمال.